انا فضولي ضيعني من اول ما الشقه اللي قدامي سكنت، وانا الفضول ضيعني. العماره كانت جديده، وكنت انا تقريبا بقى انا واتنين تلاته في العماره كلها ومفيش حد، كنا في منطقه جديده. جت واحده سكنت قدامنا، من يوم الست دي ما سكنت قدامنا وانا حياتي اتغيرت. طيب اتغيرت ازاي؟ قالت لي هي كانت في الشباك اللي في وشي، فكنت دايما بسمع هي وجوزها بيتكلموا كلام حب. هي تقول له احضر لك العشاء يا حبيبي، هو يقول لها يا حبيبتي يا ريت، ويقعدوا يحبوا ببعض ويتكلموا ويرقصوا ويهزروا. تقول لي انا جوزي كان بيسافر وبيسايبني، وانا يمكن علاقتهم اثارت فضولي، بقيت طول الوقت عايزه اسمع هما بيعملوا ايه، طول الوقت ابقى هتجنن ازاي في راجل كده. انا حتى جوزي بيحبني بس مش قوي كده، ازاي راجل رومانسي قوي كده وطول الوقت بيقول لها كلام حلو وطول الوقت بيغازلها وطول الوقت بيحكي لها قد ايه انه مبسوط باليوم اللي قابلها فيه. فضلت عايزه تشوفها هي وجوزها، وفضلت متابعاهم كتير جدا جدا جدا، طول الوقت عايزه تعرف هم هينزلوا امتى، هيطلعوا امتى. المهم انها بتقول دايما كنت بشوفها هي لكن ما كنتش بشوفه، وكنت بستغرب هو الراجل ده فين؟ ما بينزلش يروح شغل، ما بينزلش يجيب طلبات، هو فين مختفي ليه؟ فضلت كتير مش شايفاه واسمع صوتها طول الوقت، وعماله اقول طب هو جوزها ده ممكن يكون هي بتكلمه في التليفون وهو مسافر مثلا. طب انا عايزه اعرف الحقيقه. وانتوا عارفين بقى لما بني ادم الفضول عنده يخليه عايز يعرف الموضوع، عايز يعرف ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيدور. واحيانا في ناس عندها فضول يعني يكفي الارض وزياده من كتر ما هم بيبقى عندهم فضول. فضلت طول الوقت عايزه تعرف لدرجه انها فكرت تعمل كده صينيه كيكه لطيفه وتخبط وتروح تديها. بتقول انا عملت كده وفعلا خبطت عشان اديها صينيه الكيكه، فتحت واحده شكلها مرهق جدا، وشها باين عليه التعب والارهاق وشعرها منعكش، ومش هي ابدا ابدا اللي استحاله اكون بسمعها جوزها بيتغزل فيها وهي في قمه السعاده. فقلت لها انا جارتك واهلا بيكي ونورتوا العماره، وبديها الصينيه، لقيتها خدت الصينيه مني وشكرتني وقفلت الباب. بتقول لي انا كنت في نص هدومي، انا كنت مكسوفه جدا، انا كنت فاكره انها هتقول لي ادخلي، فهدخل اقعد افضفض معاها، اتكلم، هعرف جوزها موجود ولا مسافر، او ممكن اشوف جوزها جوه اللي مختفي وانا ما بشوفوش. لكن الموضوع اثار فضولي اكتر واكتر. طب هي مش عايزه تدخلني ليه؟ طب فين جوزها؟ طب اللي بيكلمها ده جوزها ولا ممكن يكون حد تاني؟ طبعا كلام كتير فضل يدور في دماغها، لحد ما في يوم بتقول انا قاعده لقيت الباب بيخبط بشكل صعب جدا، بفتح لقيت واحده بتقول لي انا اخت الست اللي جارتك اللي في الوش، وانا عماله اخبط عليها بقالي ساعه وهي ما بتفتحش. فقلت لها طيب انا والله ما اعرف عنها حاجه، طب اهدي، طب اصبري تعالي نخبط سوا. قالت انا مش عارفه اعمل ايه. المهم قلت لها خلاص ما فيش غير البواب يطلع يكسر لنا الباب. نزلوا جري للبواب، طلع كسر لهم الباب، لقوا الجاره دي مرميه على الارض. اختها طبعا ساعتها اتلهت فيها وقعدت تصوت، خدتها شالتها دخلتها على الاوضه، لقت ضغطها واطي جدا من قله الاكل. المهم الجاره اللي هنقول عليها حشريه شويه ابتدت بقى عايزه تفهم طب فين جوزها وسايبها ازاي، وازاي بيحب فيها كده وبيسيبها بالمنظر ده ومن غير اكل. فبعد ما اختها اطمنت عليها قالت لها انا عايزه افهم هو جوزها فين وازاي سايبها كده، ده انا بسمعهم بيحبوا ببعض. بتقول اختها بصت لها مش لاقيه كلام تقوله، وقالت لها عموما انا عايزه اقول لك ان انا اختي جوزها ميت ومش موجود. ابتدت الجاره تشك في اخلاق الجاره الثانيه اللي هي بتراقبها، طب ازاي جوزها ميت وازاي في واحد بيقول لها كلام حلو. عايزه تقول لاختها طب ده انا بسمع في راجل مع اختي جوه في الشقه، طب ده مين؟ برضه ما بقتش فاهمه حاجه. والتانيه قالت الكلمتين وما وضحتش اكتر من كده، انا اختي جوزها ميت والنبي ابقي خلي بالك منها، ولو عايزه حاجه ابقي اعملها لها، وخدي رقمي وهاتي رقمك عشان لو اختي عايزه اطمن عليها ابقى اتصل بيكي. التانيه ما سكتتش، الفضول زاد اكتر، جوزها ميت، طب مين اللي بتقعد تكلمه؟ مين اللي بيقعد يقول لها كلام حلو؟ ابتدى الفضول يفضل وراها وراها وراها، لدرجه ان بتقول انا جبت كرسي وقعدت على باب الشقه، انا هفضل وراها لحد ما اعرف مين بيدخل لها ومين خارج. مش لاقي حد بيدخل لها ومش لاقي حد بيخرج من عندها، فده اثار فضولها اكتر. لحد ما في مره لقيتها بتفتح الباب وماسكه شنط في ايديها وبتقول له يلا يا حبيبي انا نازله. لقيتها نازله ومفيش حد معاها، ادركت انها بتكلم نفسها ومفيش حد معاها. اتصلت باختها قالت لها اختك في حاله صعبه جدا، انا عايزه افهم في ايه. اختك لقيتها فاتحه باب الشقه وماسكه شنط وبتقول له يلا يا حبيبي هتعزمني على العشاء فين، ونزلت لوحدها الشارع ومحدش معاها. طبعا ساعتها الاخت اتجننت وقالت لها ارجوكي ارجوكي انت شايفاها دلوقتي؟ قالت لها دي لسه نازله، انتوا فين وسايبينها ليه كده؟ قالت لها انا اختي تعبانه نفسيا لان جوزها توفى، ومن ساعه ما توفى وهي كانت مسجله بينهم وبين بعض تسجيلات صوتيه،
وطول الوقت بتسمع التسجيلات دي وعايشه كانه لسه عايش. هو متوفي بقاله 4 شهور، واختي لسه لحد دلوقتي عايشه انه لسه عايش، وبتتكلم معاه وبتهزر معاه وبتضحك معاه، ومش قادره تفصل نفسها عن الواقع انه مات. وهنا الجاره بتقول انا حزنت قوي وزعلت من نفسي، لان كنت حكيت لجوزي وكنت قلت له شكل الست جارتنا اللي في وشنا دي مش مظبوطه، اعوذ بالله يعني، استغفر الله العظيم يا رب، شكلها كده بتخون جوزها، لان انا ما بشوفش جوزها بس بسمعها بتكلم راجل وراجل بيرد عليها. تخيلوا، كل ده اتبنى من شك، كل ده اتبنى من سوء ظن.